السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى مشاهدين للشيف حسين، كل سنة وحضراتكم طيبين. يتجدد لقاء بحضراتكم في تحبيشة جديدة من التحبيش بتاع الشيف حسين. أهم من الأكل وأهم من الشرب، في حاجة أنا عاوز أقول لحضراتكم عليها قبل من أي حاجة، ويعني أفيد من كل حاجة. إيه هي؟ إحنا فاضل دلوقتي 26 يوم على رمضان، كل سنة وحضراتكم طيبين. الشيف حسين من هنا عاوزين نعمل حاجة محدش عملها خالص غير في أسرة تحبيش. إيه هي؟ حاجة اسمها المسامح كريم. كل اللي زعلان من حد من خلال أسرة تحابيش أو من خلال برنامج الشيف حسين تحابيش هيتصل بيه ويقول له حقك عليا سامحني وما تزعلش مني. يلا هنشوف بقى مين كل اللي زعلان من حد يقول له حقك عليا وسامحني عشان شهر رمضان الكريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا مستني تليفوناتكم يا أجمل وأحلى مشاهدين. كل اللي زعلان من حد، ويا سلام بقى لو حد زعلان أو حد مزعله وسابق هو بقى كمان وخد الثواب وقال له انا مسامحك. الله الله الله، دي اهم حاجه عندي. احنا مش بنقدم الاكل، اهم حاجه عندنا الدفء الاسري يا اجمل واحلى مشاهدين. انا مستني شوف اول حد يتصل يقول لي يا شيف حسين انا بقول اللي انا زعلان منه او بقول له حقك عليا ما تزعلش مني. نرجع بقى لاكلاتنا واطباقنا. النهارده عاملين حواوشي، واول حواوشي معانا النهارده لاهل اسكندريه الكرام الحواوشي الاسكندراني، عشان انا بحبهم قد الدنيا كلها وكل محافظات مصر. المقادير عباره عن ايه؟ المقادير العجينه، مقادير حواوشي الاسكندراني عباره عن دقيق، عباره عن زيت، خميره، كزبره ناشفه، وكمون، سكر، والميه الدافيه. والمقادير على الشاشه يا اجمل مشاهدين. طب والحشو يا شيف عباره عن لحمه مفرومه، بصل وفلفل مفروم وبقدونس مفروم، توم وكزبره وشطه. دي كانت كل المقادير اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. طب هنعمله ازاي بقى يا شيف؟ عينيا يا اجمل مخرج في الدنيا، عشان خاطر مشاهدينا نعيدها مره واثنين انا ليا بركه اللهم. عباره عن ايه بقى مقادير الحواوشي الاسكندراني؟ واجمل تحيه لكل اهل اسكندريه الكرام. عباره عن دقيق وزيت، خميره، كزبره ناشفه، كمون وسكر والميه الدافيه. طيب الحشو يا شيف عباره عن لحمه مفرومه، وعباره عن بصل، فلفل، بقدونس مفروم، توم، كزبره، والبابريكا او الشطه. الشطه دي اختياري عشان في ناس بتحبها سبايسي في ناس بتحبهاش. دي ككل المقادير. اول حاجه نبتدي نعملها يا اجمل مشاهدين نعمل ايه؟ ابتدي اعجن العجينه الاول. ادي العجينه اهي، طبعا انا عاجنها على ايدي. خلي شويه دقيق كده. هقول لحضراتكم انا عامل عجينه قبل الهوا. عباره عن ايه؟ انزل بقى بالمكونات الجافه مع بعضها. حطيت السكر وحطيت الخميره. دايما ما تحط الخميره حط السكر معاه على طول. ليه؟ عشان السكر بينشط الخميره. اما تيجي تعجنها اي عجينه فيها خميره وسكر دايما حط الخميره والسكر مع بعضهم عشان ينشطوا الخميره. ادي الكزبره، الكمون الحلو، يا سلام بقى على شويه زيت. هو ده كده. قلبنا كل المكونات دي كلها مع بعضها. ادي العجينه وابتدي اعجن كده. حطيت المكونات كلها كده مع بعضها. طب القوام يكون ايه يا شيف؟ ده هوريكم دلوقتي مع بعض اهو. وابدا اعمل ايه زي ما انتم شايفين كده. حطيت المكونات كلها مع بعضها وابتدي احط الميه حبه بحبه قدام حضراتكم اهو. ما كترش في الميه اهو. ليه بقى ما كترش في الميه؟ عشان اوصل للسمك معين او للقوام معين بتاع العجين. ما تسيبش مني العجينه وتبقى لا ماسكه قوي ولا طريه قوي زي ما هتشوفوها كده. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا اهو. كل المكونات كده مع بعضها. يلا يا اجمل مشاهدين الشيف حسين مستني مين اللي هيقول اللي زعلان منه حقك عليا انا مسامحك او حقك عليا ما تزعلش مني. يلا انا ما ازعلش منك ابدا يا شرقاوي، انت حبيب قلبي. انا بقول للساده المشاهدين احنا داخلين في شهر رمضان، شهر مفترج، مش عاوز حد يكون زعلان من حد ولا حد يكون شايل من حد. كل واحد يقول لحد هو زعلان منه. وانا هبدا بنفسي. انا زعلت مراتي حقك عليا مراتي انا غلطان. حلو كده، يبقى بدات بنفسي الاول اهو. اول رساله تسامح على الهوا مني انا لزوجتي. بقول لها يا زوجتي حقك عليا عشان انا زعلتك، عشان نبقى بديل رمضان على ابيض. حلو كده يا مشاهدين اهو. قطعنا العجينه كده قدام حضراتكم اهو شايفين اهو. كل المكونات كده مع بعضها. اعرف ان ازاي العجينه بتاعتي مكوناتها شايفين لمه العجينه مع بعضها اهي اهو. كله كده مع بعض اهي. ادي العجينه. اول ما امسك كده واسيب اهو. اول ما امسك العجين كده واسيب شايفين اهو. ما امسك كده واسيب تعرف المقادير مظبوطه اهو. لا طريه قوي ولا ناشفه قوي. ايدي فاضيه اهي شايفين اهي. اهي قدام حضراتكم ايدي فاضيه اهي اهي. اول ما امسك كده تعرف ان مقاديري مظبوطه. عجنت العجينه. طب وبعد كده اعمل ايه يا شيف؟ لازم نخليها الاول تريح لمده ساعه. ريحت العجينه ساعه. انا كنت عامل عجينه قبل الهوا قدام حضراتكم اهي. لازم ادي قدام حضراتكم قبل وادي بعد اهي.
ادي قبل وادي بعد. ريحت العجينه، خمرت زي ما انتم شايفين اهي، شايفين اهو. وادي العجينه اللي لسه ما خمرتش، لسه فيها، دي ما فيهاش هوا، دي فيها هوا اهي قدام الاثنين قدام حضراتكم. دي فيها هوا ودي ما فيهاش هوا خالص اهو. شايفين الاثنين قدام حضراتكم اهو، مخرجنا الجميل هيجيبوا لكم ده وده اهو. خلاص كده اهو قدام حضراتكم، ادي دي ودي. ونشيل بقى كده يا اجمل مشاهدين. وبعد كده نبدا نعمل ايه؟ هنبدا بقى نجيب العجينه كده، نشيل الحاجات دي كلها. نعمل ايه؟ اول حاجه كده عملناها، ادي العجينه اهي. ابتدي اقسم العجينه، هو بيتعمل الحواشي اسكندراني، اقسم العجينه لقطعتين. يا استاذه ايمان، اهل السعوديه الكرام، سلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ حسين. سلام ورحمه الله وبركاته يا ست الكل، كل سنه حضرتك طيبه. اخيرا جيت حصلتك يا شيخ ربنا حسين. يخليكي، ده يزيدني شرف. هتقولي انت منور. انا منور بيك انت يا ست الكل، ربنا يخلي حضرتك. هقول لكل حبايبي كل سنه وهم طيبين، واللي مخاصمني واللي زعلان مني بقول له سامحني، مع اني انا ما بحبش ازعل حد. ربنا يخليك. انت عارف يا شيخ حسين والله ربنا يخلي حضرتك. ما بحبش ازعل حد وما بشيلش في قلبي على حد. ربنا يخلي حضرتك يا رب، وكل سنه وحضرتك طيبه. انا بقول يا رب اللي زعلان مني سامحني، وانا عايزاك يا شيخ حسين الله يخليك ادعي لي. عينيا. جمهورك ادعي لي. انا خلع ضرسين في اسبوع واحد. عينيا يا ست الكل، عينيا. بس قلت اما حريص ان انا اكلمك واقول لك كل سنه وانت طيب. بسلم على كل حبايبك اللي في البرنامج. عينيا يا ست الكل، ويدعوا لي. تؤمريني عينيا، تؤمريني. ايه رايك في المبادره بتاعتنا وحضرتك؟ ايه رايك في المبادره اللي احنا عملناها؟ انت يا شيخ حسين مفيش حاجه بتعملها وحشه. ربنا يخلي حضرتك يا ست الكل، اشكرك. فعلا لازم فعلا كلنا نسامح بعض ونحب بعض، الدنيا مش مستاهله يا ربنا يخلي حضرتك يا ست الكل، كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم عليكم كلكم ان شاء الله. كل اسره رشه ملح، كل اسره تستي، وكل اسره تحابيش تدعي لاستاذه ايمان وتقول لها يا استاذه ايمان الف سلامه عليكي. قطعنا العجين كده كور، عملناها كورتين، شايفين كده؟ ادي كوره وادي كوره، الاثنين يكونوا قد بعض تمام، والكورتين التانيين اهم. يبقى مقطع العجين لاربعه، الاربعه يكونوا قد بعض، شايفين كده؟ ادي اثنين وادي الثانيه اهي قدام حضراتكم اهي. وابتدي افرك كده، وبعد كده ابتدي اعمل ايه؟ اجيب بقى كده البوله قدام حضراتكم كده عشان ابتدي اعمل فيها. ادي البوله اهي. ابتدي اعمل ايه بقى يا شيف؟ ادي اللحمه المفرومه بتاعتي عشان نعمل الحشو الجميل. يا سلام على الفلفل الحلو ده. يلا اول متصله يا استاذه ايمان عشان تقول لنا او قالت لنا هي مسامحه الناس كلها. مين اللي هيتصل تاني ويقول لنا المسامح كريم؟ يلا انا مستني اراكم واتصالاتكم، اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. حطينا ايه؟ حطينا اللحمه المفرومه، حطينا البصل، حطينا البقدونس، حطينا الفلفل، حطينا البهار الحلو الجميل ده، الثوم اهو. دي الحشوه بتاع الحواشي الاسكندراني. سنه الشطه الحلوه الجميله، مش عاوزين شطه ده اختياري. وادي الملح وادي الفلفل اهو. دي على الخلطه. عجننا العجينه ازاي؟ حطينا كل المكونات مع بعضها وسيبنا العجينه تريح لمده ساعه. وبعد كده الحشو عباره عن ايه اللي انا بعملها دي؟ عباره عن لحمه مفرومه، عباره عن فلفل، وعباره عن بصل، بقدونس، ملح وفلفل وبهارات، شويه شطه بصوت. يا استاذه هاجر، يا هاجر، يا هاجر، طب يا هاجر انا مستني تليفونك، اتصلي بيا، اجمل هاجر في الدنيا اهو. قلبنا كل ده كده مع بعض، شايفين الخلطه الحلوه الجميله، الريحه بتاعتها الله على الجمال والحلاوه. ريحه التوابل بقى عشان اهل اسكندريه الكرام اهو، شايفين؟ هي الحشوه الحلوه الجميله اهو. شايفين بقى الحشوه، البصل مع كل الحاجات دي كلها مع بعضها اهي. وبعدين نعمل ايه يا شيف؟ ابتدي على اول كورتين انا عملتهم كده بطاطهم اهو، نحط كده. يا استاذ احمد، اهل بني سويف الكرام. ايوه ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيب قلبي احمد حبيبي؟ انا بحبك قوي والله، بتفرج عليك على طول. ربنا يخليك، ده يزيدني شرف يا احمد. ممكن اعرف طريقه الشاورما بس؟ عينيا يا حبيب قلبي، حالا يا حبيبي، حاضر تأمرني. فانا هعملها دلوقتي بس. حاضر يا احمد، تأمرني يا حبيب قلبي، تأمرني. شكرا يا شيخ. تأمرني يا حبيبي. شكرا يا احمد على اتصالك. اهو حطينا كده، قطعنا العجينه على 4، جبنا الخلطه بعد ما خلطناها كلها، اللحمه والبصل والبقدونس والفلفل. بعد كده ابتدي اعمل ايه؟ شايفين الايه الجزء اللي انا عامله ده؟ اجي عليه كده اهو، شايفين؟ اهو يكون قد بعض الايه؟ وابتدي اقفل دي كده اهو. اجي من هنا واقفل اهو، اقفل مع بعضها والحشوه جوه اهو، شايفين؟ اجي هنا تاني قدام حضراتكم كده اهو، افتح دي كده واجي من هنا كده، شايفين اهو؟ وابتدي احط كده اهو، وابتدي اقفل. مخرجنا الجميل معانا اهو. طب وبعد كده اعمل ايه؟ اجي اضغط بايدي كده، شايفين هضغط ازاي؟ اهو
هنغير الجوانت كده عشان يبان قدام حضراتكم. يبقى اول حاجه احنا عملناها، عجننا العجينه سيبناها تريح لمده ساعه، بعد كده عملنا الخلطه الحلوه الجميله، وبعد كده قسمنا العجينه لاربع كور او حسب العدد اللي عندك، تعملي القطعيه ومعاها الغطا بتاعها، وبعد كده ابتدي احط اللحمه المفرومه او الحشو بتاعي تحت كده قدام حضراتكم اهو. شايفين ادي اللحمه او الحواوشي الاسكندراني اهو. يا استاذ ملكات، استاذه ملكات، سلام عليكم. سلام عليكم يا ست الكل. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. عامل ايه؟ ازيك يا شيف حسين؟ الحمد لله. هتقولي لمين؟ انا مسامحك. انا هقول له الدنيا كلها ان انا مسامحاكم من قلبي. ربنا يخليكي يا ست الكل. ايه رايك في رغيف الحواوشي الاسكندراني الحلو الجميل ده؟ شايفاه؟ الدنيا كلها شايفه كده اهو، رغيف اسكندراني حلو. وانت منور الشاشه والله. انا منور بحضرتك يا ست الكل وبيك انتوا يا اجمل مشاهدين. ربنا يخليك يا شيف حسين. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا امي، تأمريني. كل سنه حضرتك طيبه. وربنا يخليك وانت طيب يا شيف حسين. سلم لي على ياسر لو شفته. عينيا. وعلى الشيف هاله زميلي وحبيبي واخويا وعلى راسي من فوق كل شيفاتنا الجمال، ببعت لهم اجمل تحيه. واستاذه هاله ربنا يخليك، منورين الشاشه. انا منور بيك انتوا اجمل مشاهدين في الدنيا. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك. اشكرك يا امي. شكرا يا ست الكل. ادي قدام حضراتكم اهو، ادي اول رغيف وادي الثاني. نعمل ايه بقى قدام حضراتكم؟ نجيب الصينيه كده اهو، ادي نطلع نعمل ايه بقى قدامكم كده اهو، شويه زيت بساط، وبعد كده نحط بقى الرغيفين كده قدام حضراتكم اهو. ادي الرغيف الاولاني، طبعا نحطه كده بس يا شيف، لا اجي على الوش كده. شايفين نعمل ايه؟ شويه زيت او سمنه اهو، زيت او سمنه. الحواوشي الاسكندراني هقول لحضراتكم بس بيتعمل ايه بطريقتين اتنين. ادي اول طريقه، الطريقه الثانيه بيتعمل زي الهلال. ازاي يا شيف؟ ادي اول طريقه كده. الطريقه الثانيه بفردوا العجين كده قدام حضراتكم عشان بس يبقى احنا عملنا الاثنين عشان اهل اسكندريه الكرام اهو. ونعمل ايه؟ نحط الحشو كده. ادي الطريقه الثانيه واجيبها كده هلالي. بصوا قدام حضراتكم اهو، بيعملوا دي وبيعملوا دي. يبقى احنا كده عشان طالما قلنا حواوشي اسكندراني لازم نعمله على الحق عشان ما حدش يزعل مننا. بيعملوا بالطريقه دي وبالطريقه دي، اللي يعجبكم اجمل مشاهدين عندنا تعملوه اهو. ادي اول طريقه وادي الثانيه. اجيب الزيت كده، الزيت اهو، واجي على الوش وابتدي المع اهو، وادخل كده اهو. وعلى النار درجه حراره قد ايه يا شيف؟ درجه حراره 200 لمده 10 دقائق او ربع ساعه لغايه ما يستوي. الف هنا وشيف ليكم. اجمل حواوشي اسكندراني، اجمل تحيه لكل اهل اسكندريه الكرام. استاذن حضراتكم فاصل صغير وارجع لكم عشان انا بحبكم مش هتاخر عليكم اجمل مشاهدين. يلا انا مستني شوف مين اللي هيقول للتاني حقك عليا ما تزعلش مني. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. ادي الفرن قدام حضراتكم اهو، الحواوشي فيه اهو. اول ما يستوي هنطلعه لحضراتكم على طول. ظبطنا النار بتاعته زي ما انتم شايفين كده اهو، وهنتابعه عشان اول ما يستوي اهو هنجيبه كده. اول ما يستوي نطلعه لحضراتكم على طول عشان نوريه لكم. تاني حاجه عاملينها النهارده الحواوشي بالفراخ وبالجبنه. عباره عن ايه؟ الفراخ والجبنه عباره عن ايه؟ ده ممكن تعملوه بالعجينه، ممكن تعملوه بالعيش. ده معاكم وده معاكم. هنعمل لكم ده وهنعمل لكم ده. عباره عن ايه؟ عباره عن العجينه نفس العجينه الثانيه، بس اللي يختلف في العجينه دي من العجينه دي هتحطي دقيق، هتحطي زبادي، هتحطي ملح، يبقى عباره عن ايه؟ دقيق. ادي المقادير قدام حضراتكم اهي. عباره عن جبنه، اي جبنه عندك، جبنه شيدر، جبنه رومي، المتوفره عندك اعمليها. عباره عن جبنه، عباره عن فراخ، عباره عن بصل مفروم، عباره عن ملح وفلفل، عباره عن فلفل والزبده، وعباره عن العجين او العيش زي ما انت عاوز تعملي عجين نفس العجينه اللي نزلتها لحضراتكم بتاع الحواوشي الاسكندراني، بس هتزودي عليه زبادي وهتزودي عليه لبن. هتزودي عليه زبادي وهتزودي لبن، وهتشيل الخميره، وبدل الخميره هتحط بيكنج باودر. تاني هقول لحضراتكم نفس العجينه بتاع الحواوشي الاسكندراني، بس هتشيلي الخميره وتحطي البيكنج باودر، وهتحطي بدل الميه هتحطي لبن وزبادي. عجننا العجينه قدام حضراتكم اهي. بس الاول يا ام ايمن. ايوه ازيك يا شيف حسين؟ ازي حضرتك يا ست الكل؟ عامل ايه؟ مبروك القناه. الله يبارك فيك يا ست الكل. اخبار حضرتك والله ايه؟ العظيم من اول ما جيت وانا عايزه اتصل مش عارفه خالص. ربنا يخلي حضرتك يا ست الكل يا رب. انا عايزه اقول لك يا شيف حسين انا بتصل عشان لو حد زعلان مني انا بقول له انا اسفه. الله ينور عليكي. انا اسفه. الله ينور عليكي. ربنا يخليكي. يا شيف حسين هو اللي مخاصمني. لا انا صالحهولك عينيا بعد الهوا. طب سيبي لي باعني عشان خاطر مراته طب يا ست الكل سيبي لي تليفونك. وعايزه اشوفه. سيبي لي تليفونك وانا الموضوع ده هخلصه لك من عند والله
والله عينيا. العظيم شرط عليا اللي انا لا، هتنزل لمراته. ما تقفليش يا ست الكل، وسيبي تليفونك وسيبي الموضوع ده على الله ثم عليا، وعناية ليك يا ست الكل. شكرا لحضرتك. ادي فايده اللي احنا بنقوله لحضراتكم اهو. يا مين؟ يا منى. الو. ازيك يا منون؟ الله يسلمك. عامله ايه يا حبيب قلبي؟ الحمد لله. اموريني يا اجمل منى في الدنيا. يا منى. نعم. قولي يا حبيب قلبي، انا سامعك اهو. عايز اعرف طريقه عمل سلطه الطحين. عينيا يا حبيب قلبي حالا يا روحي. تشمريني يا منى. حطينا كده الزبده قدام حضراتكم اهي. ادي الزبده كده، والحواوشي التاني في الفرن. ادي الزبده. انزل بقى بالبصل. العجينه جاهزه قدامكم. حلين، يا عجين يا اما تعملوها بالعيش، يمشي كده ويمشي كده. يا ست الكل اللي اتصلت بيا ام ايمن، كده ينفع وكده ينفع يا ام ايمن، ولا تزعلي نفسك. من عندي ومن عندي ان شاء الله. انا هروح لغايه عنده واستسمحه وابوس راسه عشان خاطرك، من عندي ومن عندي. تؤمرين يا ست الكل، ولا تزعلي نفسك خالص، ولا يكون عندك اي هم. اهو حطينا الزبده، حطينا البصل، حط كله كده مع بعض. انزل بالفراخ، الله على الجمال والحلاوه، واقلب كله كده مع بعض. وما ننساش الحواوشي بتاعنا اللي في الفرن اهو. شايفين بقى كده يا سيدي على الجمال والحلاوه. قلبه كده عشان يبقى كله مستوي مع بعض اهو. سيبه ياخد اللون بتاعه الجميل، ونقلب بقى. ننزل بالفلفل الحامي كده. يبقى حطينا ايه؟ حطينا البصل، حطينا الفراخ، وقلبنا كل ده كده مع بعض قدام حضراتكم اهو. يا سلام على الجمال والحلاوه، هو ده كده اهو. شايفين بقى كده اهو. يبقى حطينا الزبده، حطينا البصل، حطينا الفراخ، حطينا الفلفل. ننزل بقى بالتتبيله الحلوه كده. ادي شويه البهارات، شويه الملح الحلوين، وشويه الفلفل. يلا هنقول لمين او مين اللي هيقول للتاني؟ حقك عليا ما تزعلش مني. يا ايمن، يا ايمن نصيحه مني لك، روح لمامتك بوس ايديها ورجليها عشان رضاها من رضا ربنا. ربنا ان شاء الله هيكرمك. استسمحها، احنا داخلين في شهر مفترج يا ايمن، وكل اسره تحابيش بتقول لك يا ايمن روح لماما بوس ايديها ورجليها، مش عيب، عشان هي البركه اللي انت عايش بدعاها. ربنا يخليكم لبعض وربنا يهدي لك الحال ويهديهولك يا ست الكل. حطينا كده الخلطه كلها مع بعضها. شايفين الجمال والحلاوه اهو. عباره عن ايه؟ البصل، عباره عن الثوم اهو. حطينا كله مع بعض كده. يا سلام على الجمال والحلاوه اهو. والفراخ قلبنا كله مع بعض. حطينا الفلفل، حطينا الملح. قلب كل ده كده مع بعض. قدامكم حلين اتنين. ياجي كده قدام حضراتكم اهو. هعملها في العجينه كده بعد ما خلصت الحشوه، نفس اللي انا عملته في الحواوشي الاسكندراني. اعمل عجينتين قد بعض. ادي قرصه اهي، وادي الثانيه. تمام. يا اما اعملها فين؟ في الرغيف اهو. الاثنين مع بعض قبل ما اكور. بصوا حضراتكم عشان تطلع دي مظبوطه منك، هتجيبي العجينه كده. بص انا هعمل ازاي اهو. استاذنا الجميل هيجيب لنا اهو. شايفين كده؟ اكور دي كده كده اهو. الفرن معانا اهو كده. شايفين اهو؟ عشان تطلع مظبوطه معاك. واقوم قلبها كده والتكه كده هتطلع مدوره معايا بدون اي حاجه، بايدك خلاص اهي. يا اما اجيب العيش العادي بتاعنا ده اهو قدام حضراتكم. ايه العيش العادي اهو قدامكم اهو. يا ده يا ده، بس لازم يكون عيش بيتفتح هو كده مع بعضه اهو اهو. يا ده يا ده. ونقلب كله كده مع بعض. الله على الجمال والحلاوه. اول ما الفراخ تستوي، حطيت البصل، حطيت الفراخ، حطيت الفلفل، ملح وفلفل والفلفل الحامي. وبعد كده ابتدي انزل كده على النار قدام حضراتكم اهي. ابتدي احط الجبنه بقى دلوقتي خالص. لو حطيت الجبنه هتسيح مني. شايفين كده؟ اخليها لغايه ما الحشو كده دوت تهدى شويه. خدوا بالكم تهدى. وابتدي اعمل ايه بقى يا شيف؟ ده للجرنش كده نخليه اهو. اجي بقى بالجبن اللي معايا دي، واقوم حاطط الجبنه كده على الحواوشي. هيبقى خطير اهو. اي جبنه عندك بقى، جبنه رومي مع جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر مع جبنه اي جبنه متوفره عندك. مفيش لا شيدر ولا اي حاجه، وفي رومي بس زي الفل. اي جبنه متوفره عندك. وقلب كل ده مع بعض. بس خدي بالك ما تقلبيش الا اما الحاجه ايه تبتدي قدام حضراتكم اهو. لما الخلطه تبتدي تبرد. ما تحطيش الخلطه لما تبتدي تبرد. وادي الحواوشي اهو. الله على الجمال والحلاوه. نطلعه. يا سلام. هو ده كده. شايفين بقى اهو. الله، احلى حواوشي في الدنيا قدام حضراتكم اهو. شايفين؟ ولا تجيبي من بره ولا اي حاجه وتاكلي عيالك. حاجه امنه وجميله اهو. حطيت كله كده مع بعض. اجي بقى من دي الحواوشي التاني اللي هو بالجبنه. ابتدي افتح الرغيف كده قدام حضراتكم اهو. شايفين كده اهو؟ الرغيف بيتفتح اهو كده اهو. اجيب عيش بيتفتح اهو.
كده قدام حضرتك، وابتدي احشيه كده اهو بالخلطه الجميله دي في قلب الرغيف كده اهو، وابتدي احشيه كده اهو، وابتدي اعمل ايه بقى؟ اجي على الوش كده قدام حضراتكم، يا بسمنه يا اما بزيت اللي يريحك اهو كده. شايفين الرشه دي كده من فوق كده، ادي هنا كده وادهن كده من فوق ومن تحت. يلا يا اجمل واحلى مشاهدين، مين هيتصل بالتاني يقول له حقك عليا ما تزعلش مني؟ واخر نداء بوجهه لك يا ايمن، اوعى تزعل ماما، روح صالحها، بوس ايديها ورجليها عشان انت عايش بدعائها. هفضل اقول لك كده مره واثنين وتعالى وثلاثه، انت عايش برضا امك وبدعائها. اهو قدام حضراتكم كده، ابدا كده اهو على الوش بدون اي حاجه واحطها كده. طب نيجي بقى للتاني، ادي العجينتين اللي احنا عملناهم قدام حضراتكم. ببتدي اجيب الخلطه كده اللي احنا عملناها بالجبنه وعلى الجزء الاولاني اهو، واجي الخلطه دي كده شايفين، واجي على الجزء الثاني اهو، ادي جزء وادي الثاني. ابتدي اقطع حتتين كمان اهم قدام حضراتكم اهو. تاني اللي ما شافنيش عشان اجيبها متصديره اهو، اقطع كده قدامكم اهي شايفين اهو كده عشان اكورها، وابتدي اعمل كده وافردها بايدي خالص من غير اي حاجه اهو، واجي على دي كده اهو واقوم حاططها اهو، نفس الحواوشي التاني اهو، اجيب كده اقطع قدام حضراتكم اهو شايفين اهو، ايدي بتعمل كده ايدي دي كده اهي، والتانيه بتكور اهي، دي بتتقع كده او التانيه بتكور كده اهو، وابتدي اقلبها كده عشان افردها. كل سنه وحضراتكم طيبين. مبادره الشيف حسين في برنامج تحابيش، ما تزعلش مني، حقك عليا وسامحني. مين هيقول للتاني كده قبل شهر رمضان الكريم اهو. ابتدي اقفل كده قدام حضراتكم شايفين اهو كده اهو قدام حضراتكم اهو، كل الاطراف دابت مع بعضها مش باين اي حاجه خالص اهو، شايفين كده اهو كل الاطراف دايبه مع بعضها اهي. ادي اركنها دي كده، واجيب بقى الصينيه بتاعتي اهي قدام حضراتكم كده، ابدا بقى بالزيت اهو شايفين كده، عاوزاه بقى تخلي شايفين كده اهو على الوش شويه زيت على الوش، واجي كده على طول قدام حضراتكم اهي، وابدا احطها كده اهو. ادي الحواوشي التاني بالجبنه، هنحطه بقى بالرغيف، يا هنحطه كده في العيش يا اما تحطوه زي ما حضراتكم شايفين كده بالعجين. ابتدي اشوف كده من تحت عمل ايه اهو قدامكم كده، الله شايفين هو ده اللون اهو، هو ده الجمال والحلاوه اهو قدام حضراتكم اهو. ادي دي نحطها كده في الفرن اهي، يبقى دي على الجريل او في الطاسه، ما عنديش جريل في طاسه شيف زي الفل. عاوزين تعملوها بالعجينه دي، بس العجينه دي هقول تاني لحضراتكم، العجينه دي تختلف في العجينه الاولانيه، دي بيزيد فيها هتشيل الميه، هتحطي اللبن والزبادي، هتشيل الخميره وتحطي بيكنج باودر، وندخل في الفرن قدام حضراتكم كده عشان تستوي. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. وادي الرغيف اهو، نبدا تاني نعمل كمان رغيف قدام حضراتكم شايفين. هنفتح كده، لازم يكون عيش، سلام بقى الصبح كده اما تقوم من بدري تجيب العيش يكون لسه كده اهو. نعمل ايه؟ نحشي كده عشان نطلع فاصل، عشان مخرجنا الجميل ما يضربناش اهو كده. حشيت كده شايفين الحشوه الجميله اهو، وابدا اعمل كده، واجي على الوش كده الزيت اهو من فوق ومن تحت كده الله، واجي على طول على الشوايه او على الجريل او في الطاسه، اي حاجه متوفره عندي، وابدا اعمل ايه؟ ابتدي اعملها كده. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. ادي النوعين، ادي النوع الاولاني الحواوشي الاسكندراني، الحواوشي بالجبنه في الفرن وفي الطاسه او على الجريل. فاضل نوع كمان ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. استاذن حضراتكم فاصل ورجع لكم عشان انا بحبكم. ما تنسوش كل اللي مزعل حد يتصل بيا ويقول لي ايه، انا مسامحك، حقك عليا. فاصل ورجع لكم، مش هتاخر عليكم. اجمل واحلى مشاهدين. ورجعنا تاني بعد الفاصل. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. ادي قدام حضراتكم شايفين الحواوشي الرغيف الجميل اهو، الله على الجمال والحلاوه، هو ده شايفين اهو. طاسه بقى عاوزين في الفرن زي ما انتم شغالين في الفرن اهو. يا ام محمد اهل المنصوره الكرام، ازي حضرتك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته يا ست الكل، ازيك؟ ازيك يا شيخ حسين؟ الحمد لله رب العالمين. ازي حضرتك؟ كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه يا ست الكل، ربنا يخلي حضرتك.
ربنا يخليك. الحاجات اللي انت بتعملها جميله والله العظيم ومشهيه. انت اللي اجمل يا ست الكل، ربنا يرضى على حضرتك يا رب. ربنا يخليك. انا عايز اسال على العمايل الفراخ المقرمشه وعجينه الحواوشي. عينيا يا ست الكل. الحواوشي هنقولك، الفراخ المقرمشه هنعمله عملي من اللي عندي ومن اللي عندي، اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا تأمريني. ادي عجينه الحواوشي يا ست الكل. هنقولي لك تاني عجينه الحواوشي هتنزل لك دلوقتي يا استاذ احمد. نزلنا عجينه الحواوشي اول من ايه ما نقول الخلطه التانيه. نزل لكم على الهواء، هتنزل لكم على الهواء حالا عجينه الحواوشي. في عجينتين. اول عجينه اهي نازله على الهواء قدام حضرتك يا ست الكل، دي العجينه الاولانيه الحواوشي الاسكندراني. لو عايزه تعملي اللي هي بالجبنه هتشيل الميه وتحطي اللبن والزبادي، هتشيل الخميره من دي وهتحطي بيكنج باودر عشان تعملي اللي هي بالجبنه اللي احنا عملناها قدام حضرتك دي اهي. يبقى اللي بالجبنه دي اللي قدام حضرتك دي اللي هتحط عليها زبادي وبيكنج باودر. الحواوشي الاسكندراني هتمشيه بالخميره والايه وعادي. نيجي بقى ايه للطبق الثالث عندنا النهارده، حواوشي بالسجق. عباره عن ايه بقى الحواوشي بالسجق ده؟ اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. عباره عن سجق، عباره عن طماطم، عباره عن فلفل، وعباره عن بصل، وعباره عن جبنه وفلفل، وعباره عن شويه زبادي واخد بال حضراتكم، و قهوه سريعه الذوبان وفلفل حامي. تاني هنقول لحضراتكم عباره عن حواوشي بالسجق، عباره عن طماطم، عباره عن فلفل، بصل، بهارات، جبنه، قهوه سريعه الذوبان، زبادي وفلفل حامي، والملح والفلفل الجميل بتاعنا، والبيض. ادي قدام حضراتكم اهو. اول حاجه نبتدي نعملها، هنزل كده اجيب طاسه اهو وابدا بالزيت قدام حضراتكم كده، الزيت اهو. وبعد كده اعمل ايه يا شيف؟ انزل بقى بالبصل. يا اهل اسكندريه الكرام، استاذه كريمه، يا استاذه كريمه. الو يوسف حبيبي. ازيك يا جو؟ ازيك يا كينج التحديد؟ استنى بقى يا جو، انا هطلع لك الحواوشي ده ليك انت هديه. استنى خده على الهوا. ربنا يخليك. بص يا جو، ده هديه مني ليك يا جو اهو يا حبيب قلبي. الحواوشي بالجبنه والفراخ. ازيك؟ الو السلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ ازيك يا كينج التحديد؟ ربنا يخلي حضرتك يا ست الكل. اخبار حضرتك ايه؟ ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ حسين. ربنا يخليك. طبعا احلى حاجه بقى عندكم كده، انت بتعمل النهارده الحواوشي واحنا نقول عليها العزب اللحمه بالاسكندراني. طبعا، امال ايه، ده زدنا شرف. لو ايه رايك في المبادره اللي احنا عملناها؟ نعم، المبادره اللي انا عملتها ايه، بتحقق عليا، ما تزعلش مني عشان شهر رمضان، مش عاوز حد يزعل من حد خالص. طبعا ربنا يبارك لكم بجد والله يا شيخ حسين. يعني قناه تفتي متفرعه المجالات، مش بس طبخ، وكمان احلى حاجه برضو شفهيه في الفضفضه. ربنا كل يخليك. حاجه انتوا بتعملوها بتفاجئونا بيها بجد، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. ربنا يخليك يا ست الكل. ودايما من نجاح لنجاح. ودايما كده يكتر من حبايبكم كلكم، لانه بجد انتوا بترضوا كل الاذواق وكل ربنا يخليك يا ست الكل. ده انا من ذوقكم انتوا بس، ده من ذوقكم انتوا بس والله. ربنا يخليك يا ست الكل. كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا ليك وكل اهل اسكندريه الكرام. نيجي بقى للخلطه بتاع حواوشي السجق. حطينا الزيت، حطينا البصل، وحطينا الفلفل قدام حضراتكم كده، وبعد كده ننزل بالفلفل الحامي اهو، الله على الجمال والحلاوه. وبعد كده البهارات الحلوه الجميله دي كده كلها مع بعضها. هنقول تاني حطينا ايه؟ حطينا الماده الدهنيه، زيت، زبده، اللي رايح عندك او اللي متوفر عندك. وبعد كده حطينا البصل، حطينا الفلفل، حطينا الطماطم، حطينا البهارات الحلوه الجميله دي، وادي الملح والفلفل اهو قدام حضراتكم كده. ونقلب كله كده مع بعض اهو، شايفين قلبنا كل ده كده مع بعض اهو. وبعد كده هنعمل ايه يا شيف؟ قدامكم كده اهو. اخر حاجه بقى نحطها ايه؟ السجق اهو. السجق كده قدامكم اهو، شايفين؟ وبعد كده نقلب كل ده كده مع بعض. حطينا الملح، حطينا الفلفل. يا استاذ احمد، يا استاذ احمد. الو يا احمد يا حبيب قلبي. اخبارك ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. امرني يا اجمل احمد في الدنيا. احنا عايزين نعرف بتاع الحواوشي. حاضر يا حبيب قلبي، حالا يا حبيبي، عينيا. الحواوشي يا احمد هنقول لك تاني. الحواوشي العجينه بتاعته هتجيب الدقيق، وهنجيب المقادير هتنزل لك تاني اهي، دقيق وخميره، ملح، سكر، وميه دافيه للعجن، وبضايه،
تحط الكلام ده كله مع بعض. ده لو في الحواوشي الاسكندراني. الحواوشي بالجبنه هتشيل الميه ونعجن بلبن ونحط بيكنج باودر بدل الخميره، ونحط قدام حضراتكم كده الزبادي. تعجن العجينه كلها مع بعضها، وبعد كده تريح العجينه يا احمد، تقسمها على 4 كور او كورتين قد بعض. هتفرد اول كوره تحط الحشو، وتفرد الكوره الثانيه زي ما انا وريتها لك كده، يا في الفرن يا اما على الطاسه، والف هنا وشفا. نرجع بقى للحواشي بتاعنا. حطينا البصل، حطينا الفلفل، حطينا البهار بتاعنا، حطينا الطماطم، حطينا السجق سويناها كده قدام حضراتكم. اخر حاجه نحطها الجبنه عشان نبتدي نحشي اهو، ونطلع كده اهو. حطينا كده الجبنه، نجيب كده على النار. اخر حاجه حطيناها الجبنه اهو، شايفين؟ هو ده كده مع بعض. وبعد كده نعمل ايه يا شيف؟ اهو هنقول تاني عملنا الخلطه ايه. الخلطه عباره عن ايه يا شيف؟ هنجيب الطبق ده جنب ده كده عشان قدام حضراتكم اهو، وبعد كده نبتدي نجيب دول هنا. هنقول الحشوه تاني يا شيف. عملنا ايه؟ حشوه السجق او حشوه الحواوشي بالسجق. نزلنا بالبصل، ونزلنا بالطماطم، نزلنا بالفلفل، نزلنا بالجبنه، نزلنا بالسجق، ملح وفلفل والماده الدهنيه. قلبنا كل ده مع بعض لغايه ما السجق يستوي قدام حضراتكم اهو. استوى السجق، ابتدي اعمل ايه؟ اجي بقى على الرغيف كده قدامكم اهو، اجيب العيش كده وابتدي افتحه وابتدي احشي. طب ممكن نعمله بعجين؟ ممكن تعمليه بعجين، ممكن تعمليه بعيش زي ده زي ما انت عاوزه. عاوزه عجين ماشي، عاوزه عيش زي ما انت عاوزه اهو. انا قلت لك ممكن تعمليه بالعجينه الثانيه اللي هي بتاع الجبنه اهو. حط كده مع بعض، شايفين؟ وابدا اعمل ايه بقى اهو، تمام كده. وابدا احطها كده قدام حضراتكم اهي. بس هنعمل ايه بقى الاول؟ نركنها كده على جنب، نجيب طبق تاني اهو، نجيب زيت اهو، وبعد كده نبتدي نحطها هنا كده تحت الزيت. طب ليه يا شيف؟ ده هنلمع وشها قدام حضراتكم. هنلمع الوش بتاعها ايه؟ هنلمع الوش بتاعها عباره عن زبادي وبيض وقهوه سريعه الذوبان على الوش، تديكي طعم وريحه جميله جدا. هنلمع على الوش دي بقى. هنحط زيت، بس هنحط كمان ايه؟ هنحط تاني، هنقول لحضراتكم السجق لما نيجي نلمعه هنحط فيه 3 حاجات، عباره عن الزبادي، وعباره عن قهوه سريعه الذوبان، وعباره عن البيض اهو. نحط كل ده كده مع بعض، شايفين اهو. تاني هنحطه لكم كده التالت اهو، ادي تالت رغيف اهو. نفتح كده قدام حضراتكم. هنقول الحشوه تاني. اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. عملنا ايه؟ جبنا الحواوشي، حطينا ده حواوشي السجق اهو، حطينا كده وابدا اقفل كده، تمام. وبعد كده اعمل ايه يا شيف؟ اركن بقى الخلطه دي على جنب، وادي العيش على جنب اهو. ابدا اعمل ايه يا شيف؟ ابتدي اجيب الخلطه بتاعته. عباره عن ايه الخلطه؟ ادي قدام حضراتكم البيض اهو، ابتدي اقلبه كده مع بعض، وابتدي شايفين بقى كده مكان البيض كده اهو، الميه بتاع الزبادي دي اهو، شايفينها اللي نازله دي كده اهو. ابتدي ادوب فيها القهوه سريعه الذوبان، حاجه بسيطه خالص تديني طعم الجميل الحلو عشان ادوب بيه. وابتدي اقلب كده اهو. يبقى حطينا بيض، قهوه سريعه الذوبان اهو. حط كله مع البيض كده. جربوا ال3 دول مع بعض، بيض مع قهوه سريعه الذوبان مع الزبادي، ال3 مع بعض دول يعملوهم ميكس كده مع بعض، ونقلبهم ونلمع بيهم وش الرغيف. يبقى تاني هنلمع وش الرغيف بايه يا شيف؟ زبادي، قهوه سريعه الذوبان، والبيض. نلمع كده كله مع بعض اهو، وارجع الوش كده. شايفين؟ الله، القهوه سريعه الذوبان دي هتديكي طعم وريحه رهيبه جدا. حط كله ده كده مع بعض، الله على الجمال والحلاوه اهو. شايفين بقى كده؟ وفي الفرن على طول، ونحطها درجه حراره 200 لحد ما تستوي. طب ده ما ينفعش يا شيف نعمله فيه على الجريل او في الطاسه؟ ينفع زي الفل. هعمل لكم واحد كده والتاني كده. هندخل كده ده على الطاسه اهو قدام حضراتكم، شايفين كده بنفس التلميعه الحلوه كده، هوبا اهو. واجي كده على الوش. الخلطه الحلوه الجميله دي عباره عن ايه يا شيف؟ عباره عن النسكافيه او القهوه سريعه الذوبان، وعباره عن البيض والزبادي، ال3 مع بعض اهو. شيل ده كله ده مع بعض كده، ودي كده اهو، وعلى الفرن. درجه حراره كام؟ درجه حراره 200 لحد ما ابتدت تتحمر. ادي كل الاطباق بتاعتنا النهارده قدام حضراتكم. هنقول تاني احنا عملنا ايه؟ اجمل واحلى مشاهدين. ده السجق او ده الحواوشي بالسجق. عملنا ايه تاني؟
تتعمل بحاجتين، ممكن تعمليها بالعجينه بتاع الزبادي، عباره عن دقيق، هقولها تاني، عجينه الحواوشي بالجبنه والفراخ عباره عن دقيق، عباره عن ملح، عباره عن سكر، زبادي وحليب، تقلبي كله مع بعض، وبعد كده تبتدي تخلي العجينه تحمر لمده ساعه وتقسميها، وبعد كده زي ما انتم شايفين اهو كده، وبعد كده نعمل ايه بقى؟ تقلبي كله كده مع بعض. ادي السجق اخر واحد قدام حضراتكم، الختام عشان مخرجنا الجميل ما يضربناش. هاخد بس اللون كده يا شيفنا، الله اهو شايفين بقى كده. وده كان الثلاث اطباق بتوعنا النهارده، اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. عملنا لكم حواوشي اسكندراني، حواوشي بالجبنه والفراخ، ثالث طبق قدام حضراتكم اهو الحواوشي بالسجق اهو. الف هنا وشفا ليكم عشان مخرجنا ما يضربناش. الطبق الثالث اهو، اجيبه يا شيف اهو. ادي الثلاث اطباق بتوعنا النهارده قدام حضراتكم اهو. في الفرن اهو قدام حضراتكم شايفين اهو. ادي يبقى ادي الفرن وادي الجريل، اللي يعجب حضراتكم اعملوه. الف هنا وشفا ليكم اجمل واحلى مشاهدين. ده كان الثلاث اطباق بتوعنا النهارده. ان شاء الله بكره في مفاجآت حلوه جميله جدا. هنعمل بقى اللحمه مدلعينها تدليع حلو قوي. هنعمل ايه يا شيف؟ ده اللي هنعرفه بكره، اجمل واحلى مشاهدين في الدنيا. يا استاذ احمد قبل ما اختم حلقتي بقول لك روح لامك استسمعها، بوس ايديها ورجليها وخد دعاها احسن ما تدعي عليك. احنا داخلين في يوم مفترجه، ربنا يهدي لك الحال يا ايمن يا ايمن، وربنا يخليها لك وانت عايش بدعاها وببركتها يا ام احمد يا ام ايمن. ما تزعليش، وانا هروح لغايه عنده وهستسمحه وهبوس راسه عشان يرضيكي من عندي ومن عندي اجمل واحلى ام ايمن في الدنيا. دي كانت الثلاث اطباق بتوعنا النهارده. يا رب زي ما اسيبكم على خير، عليكم دايما بخير وبصحه وسعاده. مستنيكم بكره في نفس الميعاد من 6 ل 7، اجمل واحلى اسره تحابيش. تابعوني على صفحتي، صفحه تحابيش، مش هتاخر عليكم. وسلام عليكم.